الدهر بالتداني. يا قلبي لو طاب لي زماني وأنعم الدهر بالتداني. تبسم الفجر في عيوني وغرد الطير في لساني. يا قلبي لو طاب لي زماني وأنعم الدهر بالتداني. يا قلبي لو طاب لي زماني وأنعم الدهر بالتداني. تبسم الفجر في عيوني وغرد الطير في لساني. يا قلبي لو طاب لي زماني وأنعم الدهر بالتداني. قلبي لو طاب لي زماني وأنعم الدهر بالتداني. تبسم الفجر في عيوني وغرد الطير في لساني. وبت من نشوتي أغني والليل يروي الحديث عني. وبت من نشوتي أغني والليل يروي الحديث عني. ياخد الحيران في ليل الظلام. قد غدوت الآن أدري من أنا. أنعم الدهر بالتداني. قلبي لو طاب لي زماني وأنعم الدهر
الدهر بتناداني السما الفجر في عيوني وغرد الطير في لساني وبت بالنشوة أغني والليل يروي الحديث عني وبت من نشوتي أغني والليل يروي الحديث عني ياخد الحيران في بين الظلام قد غدوت الآن أدري من أنا أنا طير رنان في دنيا الأحلام أنا طير رنان في دنيا الأحلام أنا ثغر بسام في صفو الأيام أنا طير رنان في دنيا الأحلام أنا طير رنان في دنيا الأحلام أنا ثغر بسام في صفو الأيام أنا طير رنان في دنيا الأحلام أنا طير رنان في دنيا الأحلام أنا ثغر بسام في صفو الأيام أنا طير رنان في دنيا الأحلام أنا طير رنان في دنيا الأحلام أنا ثغر بسام في صفو الأيام أنا طير رنان دنيا الأحلام أنا طير رنان في دنيا الأحلام أنا صغر بسام في صفو الأيام أنا طير رنان دنيا الأحلام أنا طير رنان في دنيا الأحلام أنا صغر بسام في صفو الأيام كنت وحدي بين أوغامي وأطياف المنى والتقينا فبدا لي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي من أنا أين
لو طاب لي زماني وأنعم الدهر بالتداني، تبسم الفجر في عيوني وغرد الطير في لساني، وبت من نشوتي أغني والليل يروي الحديث عني. ومن النشوة ومن الطرب وبالنشوة وبالطرب كنا نستمع إليها، إلى كوكب الليلة وكل ليلة، إلى كوكب الشرق أم كلثوم. كنا نستمع بكل أسماعنا وبكل قلوبنا، هذه القلوب العاشقة المتلهفة التي ترفرف عليها نسمات الحب، نسمات النغم، نسمات الطرب، وهي تستمع إلى أعذب لحن وأحلى وتر. سيداتي وسادتي، وهكذا انتهت الوصلة الغنائية الأولى في هذا الحفل الساهر الكبير الذي تحييه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وننقله لكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة. قدمت في هذه الوصلة أغنيتها أقبل الليل، كلمات الشاعر أحمد رامي ولحن الموسيقار رياض السنباطي. لنا لقاء آخر سيداتي وسادتي في هذا الحفل الساهر الكبير مع أم كلثوم، والآن ننتقل إلى دار الإذاعة بالقاهرة، وإلى لقاء.